واش الخوت مرحبا بكم في قناه اتش ام كود. في هذه القناه غادي نولي نشرح لكم كونسيبت ديال البروغرامين ولا البروغراماسيون للناس يلاه بادين. عارف بزاف ديال البنات تكون يلاه بادي تولي تالف ما تكونش عارف شنو خصو يدير بالضبط ولا شي حوايج تكون عنده الاشكالات ما كنلقاش اللي يشرح ليه. دونك في هذه القناه غادي نولي نشرح كلشي بالتدقيق بالدارجه نبقى غادي ايطاب باغ ايطاب حتى كلشي يفهم ان شاء الله. اول حاجه بغيت ندير هي نعلمكم كيفاش انستالو فيزيو ستوديو كود سيتابيوه مع سي. عارف بزاف ديال البنات تيلقاو حل في هذه القضيه تيجي داكشي معقد خصك تانستالي الكومبايلر راسو اللعبه ديالهم كلهم راسو. هذا الفيديو غادي يشرح كلشي بالتدقيق بالدارجه. في الاخر الا كان عندك شي تساؤل ولا شي حاجه ما فهمتيهاش خلي اللعبه في كومونتير ان شاء الله غادي نحاول نقرا كلشي. بيان سور الله بادي ما غادي تكون بزاف تساؤلات ولكن كنتمنى الدعم ديالكم باش نبقى ندير لي كورس نتشجع نصاوب لي فيديوهات بحال هكا. واش تعرفوا شنو غادي نديرو في الفيديو ديال اليوم؟ ما بغيتيش تبقى تابعني خطوه بخطوه وما عرفتش راسك شنو غدير غير تانستالي مورايا في الاخر غادي تكمل راسك ما فاهم والو. باش تعرف شنو غادي ندير اليوم غادي نانستالو ثلاثه الحوايج. الاول هو فيزيوال ستوديو كود كما تشوفوا عندنا هنايا اللي يساعدك باش تبقى تكتب التكست اللعيبات هو مزيان اغلب البروغرام تيخدموا به. ثاني حاجه هما الكومبايلر. الكومبايلر علاش غادي يصلح؟ الكومبايلر الا كنتي في بروغراماسيون كورس غادي تكون تعرفوا شنو هو الكومبايلر. ما كنتيش تعرف شنو هو الكومبايلر غادي نشرح لك شنو هو الكومبايلر بكل بساطه. شي ديال تيجي التكست ديالك انت كانسان واحد التكست اللي كتفهمو داكشي اللي كتكتب مثلا هادشي اللي مكتوب هنايا غادي يشدو غادي يحولو لواحد اللونغاج اللي غادي تفهمو لا ماشين. من بعد الكومبايلر غادي خصنا ثالث حاجه اللي هما لي زيكستونسيون. لي زيكستونسيون كاين اللي تيبغيهم كاين اللي ما كيبغيهمش ولكن الاغلبيه تيبغيو يخدموا بهم. علاش؟ حيت هما تيخليوك تفوكسي اكثر على شنو غادي تبروغرامي اكثر ما غادي تفوكسي على شنو كتكتب. بعد ما فهمت هذا الكونسيبت مزيان غادي ندوزو نشرح. اول حاجه قلنا هي خصنا نانستالو فيزيوال ستوديو كود. تمشيو لهذا اللينك ديال فيزيوال ستوديو كود غادي نحط لكم حتى هو في الديسكريبسيون. غادي تدخل غادي ديك لهنا تمشي داونلود فور ويندوز وكيتيشارجي بكل سهوله. غاتيشارجي نيكست صافي هو السيت عندك ما خصك حتى شي حماق ما خصك والو. بعد ما سالينا فيزيوال ستوديو كود الانستالاسيون ديال كلشي كمل شنو غادي خصنا نديرو؟ كما قلنا ثاني خطوه وثاني حاجه غادي خصنا هي الكومبايلر. كنا كومبايلر تيشد التكست وكيحول اللونغاج بلا ما نعاود نشرح هادشي كله. خصك كيفاش انستالي الكومبايلر ساهل. الكومبايلر تاع السي كتجي لهنا نخليك واحد ليان ديسكريبسيون كوبيي سير ندير اونطري وبدا بالداونلود. اون فوا غادي يسالي الداونلود غادي نرجع لكم ونوريك كيفاش انستالي. دونك بعد ما غادي تكمل الانستالاسيون غادي يطلع لك هاد الواجهه اللي هي سي ام دي. هاد سي ام دي هي فين غادي تانستالي بالضبط الكومبايلر ديالك تاع سي سي بلس بلس. كيفاش غادي دير؟ ايزي غتمشي تهز واحد لا كوموند هادي غادي نحطها لك هي في الديسكريبسيون دير لا كوبيي تجي لهنايا كولي بعد تورك على اونطري. هنايا غادي يقولك شنو بغيتي انستالي غادي اكسبتي كلشي غدير اونطري عاوتاني غادي يقولك بغيتي تكمل الانستالاسيون اللي يخريك زعما يس اونطري. هو غادي انستالي كلشي 0 على 58 غادي يكمل الانستالاسيون من بعد غادي تلقى كومبايلر انستال. دونك بعد ما انستال الكومبايلر اللي هو هذا باقي عندنا مشكل واحد ويندوز ما كيعرفوش. باش نفيكسيو هذا المشكل ساهله هي غير تبع معايا. شنو غادي دير؟ غتمشي الفولدر فين انستاليت هذا الكومبايلر من بعد غادي تمشي لهذا الفولدر هذا UC RT 64 تدخل ليه تدخل لبين وغادي تشد هذا الباث هذا ولا المهم ليا سمي اللي بغيتي المهم فهم ليا درت ليه كولي. تمشي واش تقلب على environment variables وما هادو تدخل هنايا تجي لهنا environment variables كتهبط في البلاصه اللي تحت تقلب على باث ما تشوفش هاد الباث تمشي هادي دير لهنايا system variables باث كدير نيو كدير له كولي. كما تشوفوا انا ديما ديجا درت اللعيبه. دونك غادي نحيد ماكلاش نخليها مدوبليكيه نخلي هادشي بحال هكا ندير اوكي 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 وهكا تيكون كومبايلر انستالا ولا معروف من الويندوز. بقى لنا حاجه وحده هي نتيستيو. كيفاش غنديرو نتيستيو؟ غتمشي للويندوز هنايا تقلب على سي ام دي كتب سي ام دي يطلع لك بحال هكا تفتح هنايا وتكتب جي سي سي تيري تيري فيرجن ولا فيرسيون تدير اونطري الا طلع لك بحال هكا مكتوبه مكتوبه الفيرسيون ديالها كلشي. دونك صافي بصحتك انستاليتي كملتي التوتوريال بقى لك غير تبدا البروغراماسيون. دونك وصلنا لمرحله تاع لي زيكستونسيون. كيفاش غنانستاليوهم شنو هما لي زيكستونسيون اللي غادي خصنا في هذا التوتوريال؟ اول اكستنسيون نطلبوا عليها هي سي اسباس سي بلس بلس تكتبها بحال هكا في البلاصه وغادي تدخل لهنا تمشي لهذاك الاول تلقى سي سلاش سي بلس بلس اكستنشن. هنايا كما تشوف عندنا انستول انت غادي تلقى عندك انستول حيت ديجا عمرك ما انستاليتيها. انا فاش انستاليتها طلعت لي انستول. الاكستنشن الثانيه هي كود رانر. كتب كود رانر تدخل هنايا كيطلع لك هذا اون فايل ثاني اللي طلع لك انستول غتبدا انستول
تانستالي جوج لي زيكستونسيون هكا تكون كملتي المرحله تاع لي زيكستونسيون، ما خصك حتى شي حاجه مازال. دابا بعد ما سالينا كلشي خصنا نجربو بشي بروغرام هو اللي غادي يحكم واش داكشي تانستالا ولا لا. حيد هذيك اللعبه الخاويه، نمشيو تيستوت سي مثلا، سمينا تيستوت سي، نبداو بروغرام ستوديو. مشي تصاوب الميل، حيد هذيك الطريقه القديمه تاع انت مين والعيبات، فيجوال ستوديو كود تكتب غير الميل عراق حاجه ناضي. انا اجي دير مثلا برينت اف هيلو ماشي هيلو، وهكا غادي تكون كملتي. تتصوفكاردي الفايل، ما تنساش تصوفكاردي ران و ناضي. شنو خصك مازال انت هيلو ديالك كلشي خدام عندك. واحد الحاجه اخرى باش ما ننساهاش، الا غادي تانستالي كود رانر غادي يكون عندك واحد المشكل، هو انك ماشي دير ران بحال هكا يطلع لك داكشي في الاوتبوت ماشي في التيرمينال. المشكل تاع اوتبوت انك ما غاديش تقد تاخذ اليوزر انبوت، اذا الا بغيتي واحد تدخل شي حاجه، بغيتي تدخل له شي فاريابل شي حاجه، ما غاديش تقدر تخدم بها. ماشي سيتينغز بريفيرونس، هنايا سيتينغز غادي تقلب على ران ان تيرمينال، تلقى هادي كود رانر ران ان تيرمينال، تلقى انت ما متشيكياش، غادي تجي وغادي تشيكيها بكل بساطه. ترجعوا هنايا ران كود غادي تشانالي في التيرمينال. دونك هكا غادي نكونوا سالينا. ما تنساوش تابوناو عندي في لاشين، حيت غادي نولي ندير واحد الكورس تاع السي، غادي نبدا بواحد الكورس تاع السي حيت نشوف بان السي هو من اهم اللغات اللي خصو بنادم يتعلمو في الاول. نحاول ندير فيديوهات قصار بزاف، نشرح كونسيبت با كونسيبت، كلشي غادي يفهم الدرجات. الدراري غادي توليو ناضيين اللعيبات، ما تخافوش. المهم تهلاو، نشوفكم في الفيديو الجاي.